السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل على موضوع الخطوط السوداء اللي بتظهر في الصورة، طب احنا دلوقتي عندنا نوعين من الخطوط السوداء عندنا نوعين من الخطوط السوداء اللي بتظهر في الصورة. نوع بيظهر مع الطباعة والتصوير وأي حاجة بتيجي تطبعها من المكنة بيظهر معايا خطوط سوداء، فعايز أقولك إن دي مشكلة شفرة، فملهاش علاقة بالفيديو اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. الخطوط السوداء بقى اللي بتظهر لك من الفيدر، اللي هو دلوقتي أنا جاي مثلا اصور من الفيدر. الكلام ده بيمشي على مكنه نوعها ايه؟ زيروكس ريكو شارب، اي نوع مكنه بتشتغل عليها ايا كان نوعها اللي انا بتكلم فيه ده بيحصل فيها. والعلاج برضو في جميع المكن بيبقى هو نفس الحل في جميع المكن عندك ريكو زيروكس شارب كيوسيرا ايا كان نوعها. بس يعني انا بشرح لك على المكنه حاليا، بس يعني الحل بيمشي على اي نوع من المكن. انت دلوقتي لما تيجي مثلا تصور صورة من الفيدر، تمام، اذا كان طول مثلا او عرض، بتبص بعد كده لما بتيجي تصور بتلاقي ان انت حاطط الصورة ما فيهاش اي حاجة. انما لما الصورة طلعت لك من المكنة بتبص عليها فلقيتها كلها خطوط زي ما انت باصص كده دلوقتي، شايف الصورة قدامك دي كلها خطوط. فانت طبعا حاطط الصورة كويسة، واصلا لما بتيجي تطبع الصورة برضو بتطلع معاك كويسة. طب ايه المشكلة اللي بتخلي الصورة تطلع فيها خطوط كده بالمنظر وايه الحل؟ فانا هحل معاك دلوقتي القصة بسرعة جدا. بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وبرضو تقدر مجهودنا لان احنا بنساعدك عشان ما تتحطش تحت منصة الغلاء الفنيين والمهندسين والزيارات وكده. خليك تحل المشكلة بنفسك، ولو فيها اي عطل بتكتب لي في التعليقات عندي مشكلة مثلا في المكنة في الصورة مثلا كذا، او عندي مشكلة ايا كان، وانا ان شاء الله اساعدك واعمل لك فيديو ليها علشان ما تحتاجش ان انت حد يجي لك وكده. دلوقتي احنا بنتكلم على موضوع الخطوط السوداء من الفيدر. الورقة لما بتيجي تطلع من الفيدر بتعدي على المراية هنا. السكانر بيبقى فيه مراية رفيعة المراية الرفيعة دي بسبب ان انت مثلا بتحط ورق بيبقى فيه كلوريكتور او هو مثلا متوسخ فيه تراب ايا كان. المسطرة دي في اي مكنه هتلاقيها، يعني سيبك من الاسكانر هخليها على جنب، انا بتكلم على المسطره دي اللي هي رفيعه الشفافه. بتعمل ايه؟ بتجيب كهنه او حته خيره، انا اسف، يعني بتبلها كويس وبتعصرها. بعد كده بتبدا ان انت تمسح المرايه دي بشكل كويس جدا، بحيث ان انت ما تخليش عليها اي مثلا تراب او اي نقطه كوليريكتور او ايا كان اللي موجود عليها. تمسحها كويس جدا، بعد كده بتبدا ان انت تنشفها كويس. وبعد ما بتخلص كل الكلام بتبدأ بقى ان انت تصور من الفيدر عادي. فبعد ما تيجي تصور من الفيدر هتبص تلاقي ان هي ان شاء الله ظبطت معاك، وحل المشكلة بيمشي على جميع المكن. الفيديو معمول لأي حد عنده اي نوع من المكن يقدر ان هو يعمل الحركة وهتساعده ان شاء الله في ان هي تخفيله موضوع الخطوط السوداء. وبرضك عايز افهمك ان موضوع الخطوط السوداء في الفيديو ده اللي بتكلم عنه في الفيدر بس. لو الخطوط دي بتظهر لك من الصور اللي خارجه من الفيدر. وان شاء الله كل فتره هعمل لحضرتك فيديو برضك اساعدك فيه في المكنه، ايا كان نوع المكنه اللي عندك. واكتب لي في التعليقات عندك مكنه نوعها ايه وعندك مشكله ايه وانا اساعدك. قبل ما اخلص الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.